تبطل صلاتك إذا فعلت هذه الأفعال. ما هي مبطلات الصلاة؟ وكم حركة أثناء الصلاة تبطل الصلاة؟ وقبل نبدأ، إذا استفدت لا تنسى المتابعة ومشاركة المقطع، فالدال على الخير كفاعله. وبسم الله نبدأ. فيه عدة حالات ممكن أن تفعلها من غير قصد تبطل الصلاة. كشف العورة، إما أن تكون عمدا أو دون عمد، فإذا كشف فخذ الرجل مثلا أو كشف شعر المرأة فإذا بادر بستره صلاته صحيحة. أما إذا تعمد كشفه فبطلت الصلاة. الحركة لغير حاجة، قال بعض أهل العلم إذا زادت الحركة أكثر من 3 حركات من غير حاجة فإنها تبطل الصلاة، لأن الأصل في الصلاة الخشوع. الاستناد القوي بدون عذر، يعني مثلا صليت وانت مستند على عصا أو مستند على جدار، بحيث لو أزلنا العصا أو أزلنا الجدار أنت سقطت، بهذه الحالة تبطل الصلاة، لأن من شروط الصلاة القيام. الله سبحانه وتعالى يقول وقوموا لله قانتين، فيجب القيام. ترك إحدى شروط أو أركان الصلاة بلا عذر، إذا تركت إحدى شروط الصلاة وهذه شروط الصلاة، أو إذا تركت إحدى أركان الصلاة وهذه أركان الصلاة، فإذا تركتها بلا عذر تبطل الصلاة. وهذا كان المقطع الأول من سلسلة فيما يبطل الصلاة. لا تنسى مشاركة المقطع والمتابعة عشان تستفيد بالشكل الصحيح وما يكون عندك أخطاء وانت ما تدري.